ازاي نقدر نحافظ على بشرتنا من الجفاف في رمضان؟ اول حاجة مهمة جدا اننا نشرب 2 لتر مية بس يكونوا متفرقين من وقت الفطار لوقت السحور. ما تجيش في وقت السحور اقول انا هشرب ال2 لتر مية. ليه؟ لان انتي مش جمل، جسمك مش هيعرف يتعامل مع المية دي وهيخرجها، فهتبدأي برضو تعاني من الجفاف. تاني حاجة مهمة جدا، لو انا في العادي بقولك ما ينفعش تاكلي سكر ابيض كتير، ما ينفعش تاكلي حلويات كتير، ففي رمضان انا هكرر الكلام ده 10 مرات. لان احنا في الايام العادية ممكن اشرب مثلا حاجة ساقعة مثلا او اكل حاجة مسكرة وبعدين اشرب مية. في رمضان احنا طول النهار ما بنشربش، فكده انتي بشرتك اساسا السكر بيزود جفاف البشرة، فانت بشرتك هتجف اكتر. وانا مشكلتي مع الجفاف مش فكرة دلوقتي، مش فكرة ان احنا بشرتنا بتجف دلوقتي وهنرطبها، لا، انا مشكلتي معاه فيما هو ابعد، ان الجفاف الزيادة ده هيبدأ يسرع من حدوث التجاعيد او ان بشرتك تبدأ تعجز بدري. تالت حاجة بقى، في الفطار وفي السحور مهم جدا انك تهتم انك تاخدي بروتين بكمية كافية، وكمان تاخدي الدهون الصحية. يعني مهم انك تاكلي مثلا ليكن سمك مكريل، ليكن الفراخ في حتة زبدة مثلا، فاهمين؟ يعني احاول دايما اخلي الاكل بتاعي يكون فيه نسبة دهون صحية كويسة، زبدة طبيعية طبعا. النقطة اللي بعد كده، في العناية الخارجية، لو انت في العادي مش بتستخدمي هيالورونيك اسيد في لبشرتك، فمفروض جدا ان في فترة رمضان لازم نستخدم هيالورونيك اسيد، علشان خاطر الهيالورونيك اسيد بيبدأ ان هو يحافظ على البشرة مترطبة بصورة اكبر. وحاولي برضو في الفترة دي ما تستخدميش مقشرات بكميات كبيرة، يعني مثلا مش طول الوقت احط بقى ريتينول وفيتامين سي ومثلا نياسيناميد او احماض فواكه. حاولي دايما تخلي الحاجات دي بكميات قليلة في شهر رمضان، عشان انتي بتأثري جدا بقلة المية. مهم يا جماعة تشربوا مشروب الأنوثة، انا هعمل لكم حلقة عنه، بجد المشروب ده خطير. بيحسن جدا من صحة البشرة، وكمان بتحس ان هو مديكي طاقة كده. المشروب باختصار عبارة عن نص معلقة من ينسون، قرفة، جنزبيل، شمر، كركم. بتحطي ال5 دول كده على بعض، نص معلقة نص معلقة، وتحطي كوباية مية وتسيبيهم يبردوا وتشربيهم. وممكن كمان تعصري عليهم عصرة ليمون عشان تكوني خدتي فيتامين. مهم جدا كمان انك تهتمي بالورقيات في اكلك. الورقيات بيكون فيها فيتامينز ومعادن كتيرة جدا، هتفيد جدا من صحة بشرتك. الحاجات دي لو اهتميتي بيها هتحافظي على بشرتك، وهتستفيدي من البوينت كده الصيام بيديها للبشرة، وهو انه بيقلل الالتهابات. فانتي لو مظبطه الاكل وعامله الحاجات دي كلها، هتلاقي ان بشرتك، لو انتي مثلا بتعاني من حب الشباب او كده، هتلاقيه قل جدا 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 في رمضان. وكل سنة وانتم